السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الفيديو ده بإذن الله هنعمل أكلة اقتصادية حلوة جدا، مش هتصدقي طعمها حلو كده ازاي وهي أصلا معمولة بإيه وعدت يومها. هنروق درج الكراكيب وهنغير شكل الأنتريه. فالفيديو ده بإذن الله هيبقى فيديو حلو جدا ان شاء الله، تسمعيه ويعجبك ويشجعك تقومي تخلصي اللي وراك. الدرج ده درج الكراكيب، مخبيش عليكي كان الفيديو بتاع الانبوبه، مفتاح الانبوبه ضايع. فهو انا ببقى حاطاه في درج الكراكيب ده، والدرج ده بقى له فتره انا ما نضفتوش. برمي بقى فيه السكاكين اللي بايظه، برمي فيه مقورات الكوسه، هو اكتر من مقوار. السكاكين اللي بتبوظ عندي ما بعرفش اعمل بيها ايه فبرميها. البطاطات، المبشرة الصغيرة، المعالق، اللي هو بتاع البرجر، كل حاجة بحطها في الدرج ده. وكانت مكركبة قوي والمفتاح ضايع، فطلعته كده طلعت القلب كله بره على الرخامة، فقلت ايه بالمرة انضفه. وده كان المطبخ، كان المطبخ عندي قبلها بيوم ما غسلتش المواعين اللي فيها، فالمواعين اتكركبت عليا. فقلت ايه بقى، اروق. ده كان شكل المطبخ بعد ما غسلت المواعين، يعني حطيت المواعين عليه. غسلت المواعين وسبتها تتصفى على الرخامة و... وكنت يعني وريتك كده المطبخ بعدها، ودرت بقى على البوتاجاز. جبت الحوامل بتاعة البوتاجاز، السترس ده رهيب 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 فيها. انا فضيت عليها السترس كده على اللي هي الحوامل باردة، مش سخنة، ما سخنتهاش. فضيت عليها السترس، وجبت البانيو ده فيه مية سخنة ببريل. بأي نوع صابون معين عندك. هو الصابون ده صابون سائل من اللي هو بيتباع بالكيلو، مش بريل. مش بريل الأصلي ولا فيبا ولا فيري ولا الحاجات دي. أي نوع صابون عندك هيقضي الغرض وهيبقى حلو برضو. السترس ده فعلا رهيب. انا الحته اللي برش عليها كده وبالسلكه الخشنه دي ما بدعكش، هو يا دوبك بمشي كده كاني بغسل حله او حاجه. بتاعها بتلمع، كل الدهون اللي عليها بتروح. احلى من لاستر كتير جدا. لاستر انا جيت عملت بيه قبل كده، ما نضفش ابدا زي سترس، رغم ان انا كنت مسخنه الحوامل وحطاها في التلاجة في البتاع في الفرن وهو سخن. يعني شغلت الفرن 10 دقايق، كانت خسارة غاز على الفاضي وبهدل لي ايديا ووجع لي صدري يومها. الريحه كانت وحشه فعلا، كانت بهدلت لي صدري. انما سترس روعة. بترش كده يا دوب وما بتستنيش 5 دقايق ولا غيره، بتقوم رايحة دعكة، بتقوم الحاجة رايحة معاكي فلة. لكن انا عملت بيه الحوامل، لكن ما قربتش ناحية البوتاجاز من فوق. انا معرفش اذا كان هو على الستانلس بتاع البوتاجاز حلو او لا، انا ما جربتوش. يا دوب بس بمشي كده كأني بغسل طبق او اي حاجة. فعلا حلو جدا جدا جدا. هي تقريبا الازازه دي كانت ب40 جنيه او ب45 جنيه، ومن فتره معرفش هي دلوقتي بقد ايه. وبتكفي، مش ما بتكفيش، يعني بتقعد معايا مده. انا غسلت بها فوق الحوض حلو قوي، بتاع فوق الرخام حلو قوي. والازاز برضو نضفت لي الازاز جدا، الازاز بتاع اللي هي التقفيله اللي فوق بتاعه المطبقيه، كانت حلوه جدا. ولا بتحتاجي خلطات ولا بتحتاجي اي حاجة. هي الازازة ب40 او ب45 جنيه، بتوفر عليكي بهدلة ودعك لا فعلا حلو. ان انت لسه هتجيبي ملح ليمون وكربونات والحاجات دي. انا هنقع العيون. هو انا المفروض كنت جبت ملح ليمون
وكربونات وكده عشان انقع فيه العيون بتاعه البوتاجاز دي. ما بس نسيت وانا طالعه من المحل اجيب معايا، ف هغسل البوتاجاز من فوق كده اللي هو الغسيل العادي، لحد لما ان شاء الله بكره هجيب ملح ليمون والكربوناتو والخل وهنقعهم فيه. انما هنا البانيو الصغير ده مفيهوش غير صابون، اللي هو صابون المواعين وميه. هي كانت ميه سخنه على قد ما ايديا كانت متحملاها يعني. لكن انا عندي البوتاجاز عايز له غسله، غسله نظيفه يعني، غسله تمام. هجيب بقى ان شاء الله بكره وهنقع العيون دي. بس جربي فعلا السترس هتلاقيه رهيب. دلوقتي بقى بحضر الاكله اللي هعملها تاني يوم. قلت اما بعد ما اروق المطبخ وخلصته قلت انا هعمل بقى التتبيله اللي هحط فيها ال... الغدا بتاع بكره. الغدا بتاع بكره عباره عن ايه؟ الاول هقولك التتبيله عباره عن ايه، عشان تبقى في الفيديو ما تهش. معايا طماطم وفلفل وبصل باي كميه انت عايزاها، وهعملها في الخلاط. عندك كبه اضربي، عندك خلاط اضربي، عايزه تبشريها بالمبشره تمام. على فكره انا اوقات بتزنق في التتبيلات وكده والله العظيم. كل اللي بعمله ان انا بقطع البصل بسيط خالص، يعني حاجات بسيطه خالص صغيره، والطماطم وكده، وبدعكها، بفضل ادعك فيها لحد لما تبقى خلاص تقريبا زيها زي اللي مضروبه في الخلاط. وليمون، يبقى طماطم وفلفل وليمون وشويه زيت وصلصه ودبس رمان. عندك تمام، ما عندكيش خلاص مش مشكله. عايزه تحط معلقه عسل نحل ماشي، عايزه تحط معلقه عسل اسمر ماشي، عايزه زبادي. لكن انا اللي انا حطيته قدامك ده هو ده اللي انا عملته وده اللي انا حطيته. عندك الكاتشب وعايزه تحطي تمام، ما عندكيش ومش عايزه تحطي خلاص براحتك. ده حطيت هنا اللي هو السبع بهارات. بابريكا يعني معلقه صغيره ومعلقه صغيره، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، كمون وملح وفلفل وبهارات لحم، بهارات فراخ، ونص معلقه قرفه. لو ما عندكيش اي حاجه من التوابل دي ومش عايزه تحطي ما تحطيش. والله العظيم اوقات بيجي عليا وقت ان انا بعملها بصل، اللي هي بصله بس اللي هو ايه، اخرتها رفيعه خالص، يعني حتت صغيره خالص، وملح وفلفل وكمون، وانا بحلف بالله، وبتبقى حلوه جدا. ضربتهم كده في الخلاط وحطيتهم على حوايج الفراخ اللي هي الجناحة والروس والرجول والرقبات. دول كمية عشان كان عندي فراخ ومدبوحة، ويعني دبحتهم كلهم مع بعض. فجمعتهم، خسارة ان هم يترموا. واحنا بنحبهم اصلا، بنحب ان احنا ناكلهم، فعملتهم للغدا. ابدا مش عيب، وابدا في ناس يعني هي يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. في ناس اصلا مش لاقيه كده، مش لاقيه حوايج اصلا الفراخ ان هي تاكلها، فليه ان انا ارميها؟ انا كده بيتها لتاني يوم في التلاجة، وسبت المواعين تتصفى عشان ما احطهاش في المطبخ وهي مبلوله. وكنت شطبت الحوض وغسلت البوتاجاز ومسحت الارضيه وفرشتها. وهنا بقى تاني يوم وانا رايحه اعمل الاكل، برصها في الصينيه كده وبحطها في الفرن. ممكن ان انت تسويها على البوتاجاز عادي جدا، هتهدلها برضو النار، وهغطيها بطبق فويل وانا هدخلها الفرن. عندك فرن وعايزه تعمليها فيها تمام، ما عندكيش فرن وعايزه ان انت تعمليها على البوتاجاز،
تمام، مفيش مشكلة، هتبقى حلوة معاك. هي ما بتاخدش سوا بالطريقة دي وبالتتبيلة دي بتبقى حلوة جدا جدا. عايز اقولك ما تفضلش منها حاجة. آه وعملت جنبها مكرونة وبامية وسلطة، واتاكلت وكان طعمها حلو جدا، ما تبقاش منها اي حاجة. وابني اللي ما كانش بياكل اي لحوم ولا بيجي ناحيتها بقى ماسك الجناح وياكل فيها، ماسك الرقبات وياكل فيها، الرجول وياكل فيها. ومش عيب ان انت تعديها باي حاجة ابدا، لا، هو العيب ان احنا نبص للي في ايد غيرنا. كده غطيتهم بالفويل وهدخلهم الفرن على نار هادي، وهعمل جنبها عادي مكرونة محمرة اللي هي الحمرا ديت اللي بصلصة. وده شكلها بعد لما خرجت من الفرن، حلوة جدا. ودي السلطة والبامية، واكلة اقتصادية، مفيش اقتصادية اكتر من كده، وطعمها حلو جدا. والمكرونة كان طعمها حلو جدا جدا. كده كنا خلصنا بقى مطبخنا باكلنا بكل حاجتنا. وهندخل على الانتريه. الانتريه بتاعي ده هو حلو وكل حاجة وانا بحبه، بس هو مش عارفة، هو انا عايزة اغيره، يعني عايزة اغير شكله. فما فيش غير ان انا هجيب له الكفر. هغير شكله ازاي؟ هجيب له الكفر. من ناحية تجديد، ومن ناحية عايزة احس في بيتي بدفى الشتاء وان انا مغيرة حاجات عشان الشتاء وكده. فجبت الكفر ده، خامته حلوة جدا. الست اللي عملته لي ذوق قوي وشاطرة. هي ما خدتش مقاسات ولا خدت اي حاجة، هي بس سألتني معاكي مازورة، قلت لها لا. معاكي متر، قلت لها لا. قالت لي تعرفي تقيسي بالشبر، قلت لها اه. فخلتني علمت لي كده على الصورة وخلتني ان انا اقيس بالشبر وكده. وعملتهولي. يعني بصراحة كنت خايفة ان هي تعمله يبقى صغير او كده واتدبس فيه، بس لا، هي شاطرة وعملتهولي مظبوط على الانتريه وكده. وهنا انا كنت بركبه بقى زي هي ما قالت لي. علشان كمان ان هو مش مفيش شلتة الانتريه منه فيه. ف... فغلبني شوية على بال ما ركبته. هنا بقى فرشت السجادة بتاعت الشتاء. فرش الشتاء كنت خلاص. كنت فرشة الحافظات وكده، بس الحافظات انا هغسلها. ممكن ان انا افرشها على السجاد، وممكن ان انا اخليها من غير فرشة. خليها بقى عشان رمضان والعيد وكده. مش عارفة لسه انا هعملها ازاي، انا كل اصلا دقيقة بحال في الشقة دي. انا عملت الكفر ده من باب التغيير والتجديد في شقتي، لان انا مش عارفة اجدد اي حاجة فيها. هي كل حاجة فيها انا بحبها وصعبان عليا ان انا ابدلها. فهعمل ايه؟ لا، انا الكفر ده ماشي، انا هجيبه وهعمله. وهعمله على الكراسي وكده عشان يبقى منها انتريه معايا وكده. شكله حلو جدا جدا. ايه تاني؟ عايزة بقى اعمل اللي هي الكوشنز دي، بس مش عارفة اعملها ايه. هو انا عملت الكفر، اخترته رصاصي كامل، رصاصي سادة. هو هنا باقي كرسي انا شلته عشان ابني بيطلع على الارض، مش عارفة اذا كنت هجيبه تاني ولا لأ. عايزة بقى، وده الياس. عايزة بقى اعمل ايه؟ عايزة اجيب الكوشنز هنا، بس انا محتارة اجيبها لونها ايه. اجيبها كشمير ولا اجيبها لونها ايه يمشي منه مع الحيطة. لان هي كشمير مع الكفر مع السجادة. لو وصلت لحد هنا قوليلي اجيبه الكفر بتاع الكوشنز لون ايه.